شوف لما مدير كوره بيقول لك انا، وهو بيتحقق معاه بيقول لك اصلك انا كنت مفكر اللي هو مشجع اهلاوي عشان كان لابس احمر. ولما اعلاميين من اللي هم طبعا بيطلعوا يهللوا في التلفزيونات، الاعلاميين اللي هم عاملين نفسهم اعلاميين اللي هم مش اعلاميين اساسا، بس هم ايه بيتكلموا عن نادي الزمالك، يقول لك ما هو استفزهم، كان كل جون بيطلع هو لابس احمر ليه، وهو واقف امن لابس احمر ليه ولابس طاقيه ليه، وكل جون بيطلع يسقف وكده، فاللعيبه استفزته عشان كده ضربته. يا اخي انتوا دماغكم راحت فين؟ انتوا البليله لحست دماغكم؟ البليله لحست دماغكم ولا ايه؟ هو اي حد يلبس احمر تضربوه؟ اي حد يشجع فريق ضدكم تضربوه؟ والمتحدث طلع يقول لك اصلك احنا كان في ضغوط و... والنادي مضغوط وهننسحب. ما تنسحب يا عم، ضغوط ايه؟ ضغوط انت عايزين تضربوا الناس في بلادها. الناس اصلا اللي هم اساسا مستقبلينكم هم مختارينكم، انتوا مالكمش اللي انتوا تخشوا البطوله، يعني الناس دي مختارينكم عشان يدوكوا قرشين عشان خاطر تلعبوا. تقولوا ننسحب؟ ما تنسحب. انتوا عايزين تضربوا الناس في بلادها جوه ارضها والناس تتحايل عليكم؟ انتوا دماغكم اتلحست. هو انتوا بسبب اللي عملوكوا، اللي عملوه في مصر فيكم، اللي انتوا بيسيبوكوا كل حاجه تقعدوا تقولوا المؤامره والبتاع والنغمه بتاعتكم ده، والدلع اللي كان اللي بيدلع لكم في مصر، مفكرين في كل حته هتدلعوا كده؟ لا، انتوا ديكوا خدتوا على دماغكم والناس هتتحبس واتحالت. يا اخي انت احترموا نفسيكم. ده النادي الاهلي كان في المغرب ومشجع زملكاوي جاي بيستقبل الناس في المطار، بره المطار، ورافع علم الزمالك قدام اللعيبه، واللعيبه معديه من جنبيه، ومدير الكوره معدي من جنبيه، ومحدش يتكلم كلمه، وكانوا بيضحكوا ويبصوا له يضحكوا. ليه؟ لان الناس دي بتحترم البلد اللي هم فيها، وبتحترم ناديها، وبتحترم اسم مصر. اتعلموا يا اللي بتوع الاستفزاز. امال انت لو حد عمل معاكم زي المشجع الزملكاوي اللي جه من المانيا يشجع نادي الوداد وكان في شارع، يعني كان ممكن حد اصلا يكلمه ولا يعملوا حاجه وما حدش كان يقدر يكلمهم، لان ده مش جوه استاد ولا حاجه. بس احنا لعبتنا ناس محترمه وادارتنا ناس محترمه، اللي بتقولوا الراجل استفزكم وكل ده كذب. بطلوا كذب واحترموا نفسكم واحترموا، عشان انتوا اتدلعتوا فعلا في مصر. وانا اتكلمت في الموضوع ده من قبل ما يحصل كل ده، وقلت هيحصل مصيبه. ليه؟ لان انتوا سقتوا فيها كل ماتش، تروحوه تعملوا مشاكل، ولاعيبه بلطجيه، ولاعيب بيموت واحد، ولاعيبه بتبلطج وبتضرب في كل ماتش. وبعدين هي مش غريب عليكم، ما اسطورتكم قبل كده برضك في الامارات عمل كده وعمل شيء، يعني اقول لك ايه، يعني نستحي نتكلم عليه، والصوره موجوده وريتها لكم قدام الناس كلها في الملعب برضك، وشيء عيب يتعمل. بس الواحد يقول ايه؟ انتوا فعلا زريبه، وفعلا اكبر حبسجيه في مصر.